ومع الشخصية الثانية من هؤلاء السبعة يبين صلى الله عليه وسلم للشباب ذكورا وإناثا كيف يجب أن يكون منذ بداية حياتهم ذلك الشاب الناشئ في طاعة الله المقبل على الله، من ترك المعاصي وهجر الذنوب لوجه الله، ترك الشهوات وأظمأ نفسه منها في الدنيا ليكون بمنجاة يوم القيامة من الظمأ الشديد الذي يمزق الأحشاء، بمنجاة من الحرور الذي تغلي منه رؤوس الخلائق. سنعيش بإذن الله بضع لقاءات مع شاب نشأ في طاعة الله في زمن أدرك فيه أعداء الأمة أهمية الشباب المسلم بحق أمتهم، فبهم تقوم الأمة، فحاولوا أن يقتلعوهم من جذورهم، يضعفوا انتماءهم لدينهم ويسلخوهم عن هويتهم، يشغلوهم بأسلوب مغري بالعديد من الأمور التافهة عن هدفهم الأساسي في الحياة. أما الخصلة الثالثة التي أنقذت هؤلاء من الحر في ذلك اليوم الشديد ونقلتهم إلى ظل الله الكريم هي تعلق القلب في المساجد، فقد أحب واحدهم كل ما في المسجد من صلاة وقرآن ودروس العلم واللقاء بالإخوان. ومعنى أن يكون قلب المؤمن والمؤمنة معلق بكل ما في المسجد يدل على قوة صلتهم بالله عز وجل. وكذلك لا ننسى الرجل المؤمن المعلق قلبه في المساجد، فهو من رواد بيت الله، الصلاة تلو الصلاة، فلا يكاد يخرج منه إلا وتطوق نفسه إلى العودة إليه. فالمتعلق بالمسجد بعيد عن رؤية المنكرات وقريب من الله تعالى، فيصفو قلبه وتنجلي همومه وأكداره ويعيش في روضة من رياض الجنة، وبذلك تكفر سيئاته وتكثر حسناته. نتحدث عن من تعلق قلبه بالمساجد في زمن تعلقت فيه قلوب كثير من المسلمين بالشهوات والفتن والفضائيات. نتحدث عن قلوب تعلقت بالمساجد في زمن هجرت فيه المساجد إلا من قلة قليلة من الناس، حتى صار المسجد وهو بيت الله، بيت الجمعة أو بيت التراويح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الخصلة الرابعة ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ففيها دعوة كريمة للحب في الله ابتغاء وجهه سبحانه، لا لغرض دنيوي ولا لكسب مادي أو مصلحة ما، وإنما لدافع الحقيقي هو المحبة الخالصة في الله عز وجل. فإن رابطة الحب في الله أحبتي في الله هي أغلى رابطة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الحب في الله هو روح الإيمان الحي ولباب المشاعر الرقيقة التي يكنها المسلم لإخوانه جميعا، حتى إنه لا يحيا بهم ويحيا لهم. هي تلك العلاقة السامية التي تبنى على دعائم العقيقة وتطوي في رحابها كل علاقة أخرى كالعلاقات الزجاجية التي لم تنشأ أصلا بين الناس على التقوى والحب في الله. سنعيش إن شاء الله مع الحب في الله والأخوة في الله والوحدة التي لابد أن تجمعنا، فإلهنا واحد وشرعنا واحد وكتابنا واحد وهدفنا واحد وقبلتنا واحدة. ومع ذلك مما يدمي القلب ويكوي الفؤاد في هذا الزمان أن تنظر حولك فترى الاختلاف، التفرق والتناحر. أما خامس هؤلاء السبعة فرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وإن هذه الخصلة أخواتي الحبيبات إخواني الكرام تظهر أسمى ما تصورته البشرية من طهر ونقاء. إنها طهارة الوجدان وصفاء الإيمان الذي يعصم صاحبه من الانزلاق في الرذيلة. فالمتوقع في مثل هذا العرض المغري أن يقبل عليها، لكنه يمتنع خوفا من الله، ولسان حاله يقول: معاذ الله، كما قالها يوسف حين دعته امرأة العزيز. نعيش مع العفة وأهلها نساء ورجالا في زمن قلت فيه العفة، زمن الفتن والشهوات. أما الشخصية السادسة فهي كل مؤمن يتصدق بصدقة يخفيها ولا يعلنها، يسترها ولا يكشفها. إنه لا يريد بصدقته ثناء الناس وأن يعرف الناس عنه أنه رجل البر والإحسان، وإنما قصده ودافعه هو رضوان الله عز وجل، ويحرص على السر والكتمان ليستر أخاه المؤمن ويحفظ له كرامته. فالصدقات والعطاء دليل الكرم وسماحة النفس
والله يحب من عباده الكرماء ويبغض البخلاء الأشحاء. وقد ورد في الأثر أن الله عز وجل خلق جنة عدن بيده ودل فيها ثمارها وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، فقال وعزتي لا يجاورني فيك بخيل. نتحدث عن الإنفاق في زمن شحت وبخلت فيه كثير من النفوس، أبواب الصدقات المتنوعة مفتوحة وقلة قليلة من يقبلون عليها. ثم يختم النبي عليه الصلاة والسلام حديثه ببيان فضل البكاء من خشية الله تعالى، فيذكر رجلا صادقا امتلأ قلبه بعظمة الله ففاضت عيناه بالدموع خوفا منه وهيبة له سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وما أحوجنا اليوم وقد فاتنا أن تحرس أعيننا في سبيل الله، ما أحوجنا أن تبكي أعيننا من خشية الله في زمن غفل فيه كثيرون عن ذكر الله وجفت المآقي عن البكاء من خشية الله. أحبتي في الله، هؤلاء السبعة هم بشر فيهم صفات البشر ونوازعهم، لكنهم انتصروا على دواعي الهوى ونهوا النفس عن هواها وآثروا رضا الله، فاستحقوا ما أكرمهم الله به من الظل بكمال إخلاصهم وصبرهم ومشقته. وبعد أحبتي، لابد أن نعلم أن هذه الخصال السبعة ليست موقفا واحدا في الحياة وانتهى، بل هي حال دائم مستمر عند صاحب كل شخصية طيلة حياته. ولا بد أن نعلم أيضا أن يمكن أن تتوفر أكثر من خصلة في كل منا حتى يمكن أن يكون الشخص الواحد هؤلاء السبعة معا، وقد كان هذا حال كثير من المؤمنين. فهذا الربيع بن خثيم على سبيل المثال نجده في حياته يتقلب بين هذه الخصال السبعة، فبينما نجده ذلك الشاب الناشئ في طاعة الله إذ هو من دعته امرأة فقال إني أخاف الله، أو لعله ذاك الإمام العادل فيما أولاه الله، أو من تعلق قلبه في المساجد، أو المحب للإنفاق والصدقات، أو من عاش حقيقة الحب في الله، وهو بالتأكيد ممن فاضت عيناه من خشية الله. فلما شب الربيع ونمى شب ورعه معه ونمت بنموه خشيته من الله تعالى، وربما مر بالآية في ليله الطويل فيرددها مرارا. فهكذا الشاب الناشئ في طاعة الله يتدبر القرآن ويعيشه. وها هو قد وقف مرة يصلي بالليل فوصل إلى قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فوقعت الخشية في قلبه فما زال يكررها وهو يبكي بكاء شديدا من خشية الله حتى تبتل لحيته من دموعه، وتراه أمه لشدة ما يلقى من البكاء والقيام فتناديه يا بني ألا تنام؟ فيقول يا أماه من جن عليه الليل وهو يخاف السيئات حق له ألا ينام. ومما يروى عنه أنه كان شابا تقيا وسيما، فأراد بعض الفسق إغواءه فأعطوا امرأة ذات جمال بارع 1000 درهم لعلها تتعرض له وتفتنه، فلبست أحسن الثياب وتعطرت بأحسن العطور ثم تعرضت له وهو خارج من المسجد، فأقبلت عليه وهي سافرة فغض بصره عنها وعف وكان حاله إني أخاف الله. ثم قال لها كيف بك لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك، أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك لو سألك منكر ونكير. فصرخت صرخة وسقطت مغشيا عليها، وقد قيل أنها أفاقت ثم تابت وبلغت من عبادة ربها أنها كانت يوم ماتت كأنها جذع محترق من خشية الله. وقد كان الربيع ممن عرفوا عظم أهمية التصدق، كان يتصدق بكل ما معه، حتى قيل عنه أنه إذا أراد أن يعطي أي سائل ولم يكن معه سوى رغيف كان يعطيه إياه كاملا، ويقول إني لأستحي أن تكون صدقتي كسرى وأن يرى في ميزاني أقل من رغيف. وقد حرص الربيع أن يعطي كل ذي حق حقه، حتى مع أولاده علم أهمية أن يعدل فيما أولاه الله من أمانة ومسؤولية. فهذا بكر بن ماعز
يحكي عنه أنه جاءته في يوم ابنته فقالت: يا أبا أذهب ألعب؟ فقال: اذهبي فقولي خيرا. فلما ألحت عليه قال له بعض القوم: اتركها تذهب تلعب اليوم. قال: لا أحب أن يكتب علي في صحيفة أعمالي أني قلت لها اذهبي العبي، ولكن اذهبي فقولي خيرا أو افعلي خيرا. وقد روي عنه رحمه الله أنه ربطته بالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أخوة في الله عظيمة، فقد تعلق الربيع بأستاذه تعلق الوليد بأمه، وأحب الأستاذ تلميذه حب الأب لوحيده، تحابا في الله واجتمعا عليه وتفرقا عليه. وتمر الأيام في حياة الربيع وهو في سير متواصل إلى الله، ويقدر الله أن يمرض في شيخوخته ويصاب بالفالج، والله إذا أحب عبدا ابتلاه. ومما روي عنه أنه في مرضه كان لا يرضى إلا أن يصلي في المسجد لشدة تعلق قلبه به، فكان يتهادى بين اثنين صابرا محتسبا، فيقول له من حوله: يا أبا يزيد، إنك إن شئت في عذر عن حضور المسجد، يعني بسبب الفالج الذي أصابه. فيقول: إني أسمع حي على الصلاة فمن سمع منكم فليجبه ولو حبوا ولو زحفا. وهكذا رأينا الخصال السبعة اجتمعت في شخص واحد، وهذا ممكن لكل منا إن عزم حقا، فهذا وعد الحق تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لذلك أحبتي في الله ندعوكم لنعيش معا بإذن الله على مدار 29 لقاء مع الشخصيات السبعة، فكونوا معنا لنكون إن شاء الله ممن يظلهم سبحانه في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة يسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور، في ظلال الله ما ذاقوا الحرور، ليتني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضاه، إنه رب كريم في عطاه، فاسعى للأخرى ودع زيف الحياة، وادع إن الله يهدي من دعاه.